السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إحنا النهاردة مع سؤال رقم 5، وهو النفس الإنسانية ما بين الانفعال والحماسة والفتور. النفس الإنسانية ما بين الانفعال والحماسة والفتور. إيه مشكلتنا مع الانفعال أو الحماسة؟ إن أنا أتحمس لحاجة، ومشكلتنا مع الفتور إن أنا أخمل، إن أنا أنطفي بعد الشدة أو بعد الحاجة اللي أنا كنت متحمس ليها. طيب، في المقدمة إحنا عاوزين نقول بس إن النفس الإنسانية أمشاج. الآية بتاعت إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. البدايه ديت مهمه جدا قبل ما نبدا ناحيه اي حاجه. مفيش حد خير فقط ما فيهوش شر، مفيش حد مليان شر فقط ما فيهوش خير. قال الله تعالى: وهديناه النجدين، يعني السبيلين او الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. طيب، محتاجين نبدا بشويه تعريفات كده مهمه عن الانفعال والحماسه والفتور قبل ما نتكلم عن المشكله وعلاجها. نعرفهم بس الاول كده. ايه الانفعال ده؟ الانفعال دوت هو حصول شيء في النفس استجابه لمثير او مؤثر، حاجه حصلت جوايا بسبب مشهد انا شفته قدامي، مثلا حاجه معينه اتقالت قدامي فاثرت عليا فانفعلت. والانفعال بيتميز عن الفعل بانه قد يحدث احيانا بطريقه انفعاليه لا ادراكيه. نار مثلا بتقرب مني فاروح جاي باعد ايدي او مطفيها. حاجه غريزيه، جسم هيصطدم بيا فاروح جاي باعد على طول، بيسموه الريفلكس. فهنا الحب، الكره، النفور، الغضب، الخوف، كل دي حاجات انفعاليه وممكن تتدرب. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال: انما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. يعني واحدة واحدة نقدر نروض الانفعالات بتاعتنا الغلط او الانفعالات بتاعتنا الاوفر اللي هي زيادة عن اللزوم. طيب، ممتاز جدا. ايه هي الحماسة؟ الحماسة مرتبة اعلى شوية من الانفعال. بيكون في ادراك مسبق انا بعمل ايه، زي حاجة مرتبطة بالايجو، بالانا. حد اتريق على لبسي او حد اتريق على طريقتي فلاقي نفسي اتحمست كده وهاجمته بشدة، لان الموضوع مش مجرد انفعال، لا لا، دي حاجة مرتبطة عندي بالكرامة، مرتبطة عندي بالعظمة، بالكبرياء، حاجة مرتبطة بالاخلاق. فهي استجابة نفسية لمثير مرتبط بافكار ليها اولوية جوايا، زي الاخلاق، زي النصر، زي الكرامة. والتدريب هنا بيكون اسهل شوية لان في حاجة مكتسبة في الموضوع، غير الانفعال حاجة غريزية، حاجة لا ادراكية، بتصرف بتلقائية. فالموضوع صعب شوية، ممكن نتدرب عليه بس بيكون اصعب. انما في الحماسة لا، الامر اسهل شوية. زي واحد بيشجع فريق معين، دوت عادي ان هو ما يشجعش الفريق دوت لما يقرا مثلا شوية معلومات، لما يشوف حاجات اهم في حياته وحاجات المفروض يكون ليها اولوية، زي تشجيع شعب مظلوم قصاد الظلمة. دوت برضو حاجة من الحماسة. ده مش انفعالي او غريزي، لا، دي حاجة مرتبطة عندي بافكار الخير والشر والظلم والنصرة. زي التحمس للدين، دي حاجة مش انفعالية، دي حاجة مثلا انا اتربيت عليها او حاجة انا قريت عنها كتير. فبالنسبة لي الدين دوت رقم واحد. اي حاجة تمس الدين ما ينفعش. الدين عندي رقم واحد، مفيش اي حاجة تقرب منه، بعد كده تيجي باقي الحاجات التانية. طيب، ده بخصوص تعريف الحماسة اللي هو اعلى شوية من الانفعال. اما بخصوص الفتور، الفتور هو حالة من الرخاء بعد الشدة، زي نار كده، نار كانت جامدة 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 وبعدها بتبدأ تطفي. ده بيحصل ليه؟ لان مثيرات الحماسة او مثيرات الانفعال، الحاجة اللي خلتنا ننفعل واغضب ويحصل حالة من الشدة كده، المثيرات دي اتطفت. وقد يكون الفتور قبل الانفعال والحماسة، زي ان انا قبل ما اخد فعل معين ناحية حاجة غلط انا شايفها قدامي ما اتحركش اساسا. توقفي عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند رؤية شيء خطأ لاي سبب بقى كان. اصل هيتريقوا عليا، اصل هو ممكن يضربني، انا ما اعرفش مثلا هو مين، وهكذا. فده توقفي عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اصل يقولوا عليه مصلح اجتماعي، انت يعني اللي هتصلح الكون، يا عم خليك في حالك، وهكذا. ده ممكن يخليني ما اتحركش اساسا من المكان بتاعي. صوت منبه مثلا هيقومني لصلاة الفجر، فممكن قبل لما استجيب ليه اروح جاي مطفيه على طول ومطنش ومكمل نوم. الرخاء او الفتور ممكن يحصل قبل الانفعال والحماسه، وممكن يحصل بعد الانفعال او الحماسه، التحمس لشيء معين. زميل بيشجعني على قيام الليل مثلا، اطنش ما اردش اصلا عليه او اعتبره ما بعتش حاجه. ابوك او امك بيطلبوا منك حاجه معينه، وده غلط كلنا بنقع فيه الا من رحم رب. فمفيش جوايا الحاجه اللي بتعظم اجر ان انا استجيب ليهم، اسمع كلامهم، اسمع مره وعشرة لا. فكل دي حاله من حالات الفتور. طيب، فزي ما وضحنا، ايه بقى مشاكلنا مع الانفعال او الحماسه او الفتور؟ الانفعال لو راح في ناحيه غلط، لو انا انفعلت بشكل زياده عن اللزوم، بشكل غير مبرر، ديت مشكله. الحماسه لو اتوجهت غلط او ناحيه حاجه تافهه، حاجه مش مهمه، حاجه مش مقدسه مثلا، فديت مشكله عاوزين نعالجها. احنا عايزين نبقى بنتحمس للحاجات اللي ليها قيمه. انا مسلم، فالمسلم له قيمه، والمسلم له شخصيه، والمسلم المفروض يكون عارف هو بيتحمس ناحيه ايه، بينفعل ناحيه ايه، وايه الحاجات اللي لا ملهاش لازمه تمر كده مرور الكرام. والفتور باين، المشكله بتاعته باينه من كلمه الفتور، اصلا كلمه سلبيه، ان انا كسلت عن حاجه معينه. الا لو حاله شاذه هنا، الا لو انا فترت عن معصيه او فترت عن شيء غلط، هنا حاجه ايجابيه. تمام. فالفتور احيانا بيكون ايجابي بس مش ده الاصل بتاعي. طيب، بخصوص الحماسه بيقول لك: كلما عظمت الهمه وزادت المعرفه بما يستحق وما لا يستحق. زادت المعرفه يعني في علم، احنا محتاجين علم هنا. كانت الحماسه موجهه بشكل صحيح واعمق واشرف، لانها تستمد طاقتها من مصادر صحيحه، مصادر مقدسه، زي الكتاب، زي السنه، زي سيره الصالحين. الحل بخصوص الثلاثه كلهم هو العلم والعمل. الجمله دي نكررها كتير جدا: العلم والعمل. تعرف فقه الاول والاولى، هل ربنا هو رقم واحد في حياتي، ولا
درجة علمية معينة، شهادة أكاديمية أنا عايز أخدها، ولا علامة تجارية تريد مارك أنا عاوزها مثلا هي رقم واحد في حياتي وأي حاجة تيجي بعدها، أو بنت معينة مثلا أنا عاوز أتجوزها، شاب معين بنت عاوزة تتجوزه أو ترتبط بيه، هي ديت الحاجة الأولى في حياتها مفيش قبلها أي حاجة تانية. منصب معين، أعداد المعجبين والمشتركين والفولورز، هل الحاجات ديت هي رقم واحد في حياتنا، ولا ربنا الله هو رقم واحد في حياتنا؟ لأن الحاجات ديت، الحاجات الزائلة ديت بتاعت متاع الدنيا، لو هي رقم واحد في حياتنا هي الغاية بتاعتنا، فلما مش هنحصل حاجة منها الانفعال والحماسة هيروحوا، هيحصل فتور، هيحصل ضعف، هتحس ان حياتك ملهاش قيمة ملهاش رسالة، لأن الحاجات ديت حاجات زائلة. فلازم الأول عندك يكون الله سبحانه وتعالى. هتقول لي طب ما ممكن يكون حد مش مهتم بحاجة عادلة أو حاجة طيبة خير يعني، ومع ذلك تلاقيه قاعد وقت طويل جدا بيدافع عن الحاجة دي ومتمسك عن الحاجة ديت، زي الكيان المحتل مثلا، حاجة باطلة هي ومليانة ظلم وافتراء وقهر، ولكن هم متمسكين بيها طول السنين ديت كلها. فأقول لك وقتها لأن الحاجة ديت بتمثل لهم الدنيا وما فيها، الحاجة دي بتمثل لهم الكون، بتمثل لهم أمر وجودي. الحاجة حتى لو تافهة، حتى لو مش مهم، حتى لو كانت يوتيوب أو حتى لو لعبة أو حتى لو تشجيع فريق معين، أيا كانت الحاجة الوحيدة اللي بتكون مهتم بيها وما عندكش اي رساله تانية، ما عندكش رساله اكبر، ما عندوش حاجه تانية تعيش علشانها، وقتها بتلاقي شخص متمسك بيها جدا، لان من غيرها يضيع، من غيرها مشكلته الحقيقيه اللي هو السؤال بتاع الغايه هيطلع على السطح تاني. انت عايش ليه؟ ايه هو الهدف بتاعك؟ ايه هي الغايه بتاعتك؟ فوقتها بيدور على اي حاجه تانية يمسك فيها، لان من غيرها هيضيع، من غيرها مش هيكون له وجود، مش هيكون لحياته قيمه، هو نفسه ممكن ما يكونش موجود. اليهود مثلا ممكن يرجعوا تاني لو هم مش محتلين المكان ده بالقهر والظلم والاستبداد، كل ده ما عندهمش اي مشكله فيه، بس من غير المكان دوت هيرجعوا تاني مشردين وفي بقاع الارض المختلفه. فلا لا يا عم، احنا نقعد هنا ونفتري ونظلم ونقتل ونحط الحاجات اللي احنا عايزينها بالامر الواقع، مفيش اي مشكله، بس ما نرجعش تاني للوضع اللي احنا كنا فيه. سؤال برضو مهم، زي ما سالنا نفسنا ايه هو الاول في حياتنا، نسال نفسنا ايه هو الاولى في حياتنا، ايه الحاجه اللي بتستحق فعلا الانفعال. يعني بغضب لانهي اكتر؟ حد مثلا والعياذ بالله سب الدين او سب الذات الالهيه، بغضب اكتر لده، ولا بغضب اكتر لو حد سبني او حد سب حد عزيز عليا، ابويا او امي او ايه الحاجه اللي انا بتعصب لها اكتر؟ بتعصب اكتر لما اشوف شعب يتعرض للاباده، ولا حد مثلا وانا ماشي بالعربيه بتاعتي حاول ان هو يكسر عليا وانا سايق او كده، او حد غلط فيا؟ مين اللي انا بتعصب له فعلا اكتر؟ نسال نفسنا السؤال ده. هنا بنستدعي الحديث بتاع الراجل اللي كان في قريه كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى ولم يعصه طرفه عين، فظهر في القريه دي المنكر فما انكرهوش، فربنا بعت ملك يهلك القريه دي، فالملك قال اي ربي فيها عبدك فلان لم يعصك طرفه عين. فربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال به فابدأ انه لم يتمعر وجهه في يوما واحدا، ده وشه حتى ما اتقلبش علشاني كده ولو مره واحده بس، ده دوت به ابدأ الهلاك. بص الموضوع وصل لدرجه ايه؟ فدي خطوره ان ما يكونش عندك علم وعمل. العلم هيجي ازاي؟ هيجي بالقراءه، هيجي بالاستماع، مش لازم استماع للغير، ممكن استماع لحديث النفس، في صوت ساعات جوانا كده، صوت صادق، صوت فطري، صوت بريء بيكون بيدلنا على الصح، فالمفروض نمشي وراه. العلم يجي بصحبه صالحه، مش صحبه تافهه بتتعصب عشان حاجات ملهاش لازمه. العلم هيجي والتحفيز لان انت تعمل الصح هيجي لما تشوف نتيجه اعمالك الصالحه على نفسك وعلى اللي حواليك. كل ده هيساعدنا ان احنا نعمل وننفعل ونتحمس ناحيه الصح، يبقى الانفعال والحماسه بتوعنا موجهين. من الحاجات اللي هتساعدنا برضو ان انت تطفي تطبيقات ابلكيشنز كتيره معينه بتوهن النفس، بتحسسك ان حياتك مش افضل حاجه، الجوده بتاعت حياتك مش اعلى حاجه، لا لازم اكون عايش في المكان الفلاني، او لازم اكون عايش بالطريقه الفلانيه، او كل ده تطفيه. نخفف الاستهلاك الزائد بتاعنا من الدنيا، من العلامات التجاريه. موقف مثلا زي المقاطعه، ده موقف كلنا مرينا بيه، هل الاستجابه بتاعتنا كانت زي بعض؟ اكيد الاصعب هيكون ناحيه الشخص اللي مرتبط بالحاجات دي بشكل كبير جدا، دوت بالنسبه له الموضوع صعب ان هو يتخفف من الاستهلاك من المنتجات ديت او من التريد ماركس دي، بيكون الموضوع صعب عليه. بس كده، وده اللي قدرنا نقوله النهارده. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكرر تاني أهمية العلم والعمل، تكون عارف أنت بتتعلم إيه، تتعلم شوية وتشتغل، تتعلم شوية ما تشتغل. علم فقط مؤذي، عمل فقط وأنت مش فاهم أنت بتعمل إيه برضه مؤذي، ده يبقى كارثة. لكن علم صحيح بناء على القرآن، بناء على السنة، بناء على سيرة الصالحين، وقصادها عمل تشتغل بالحاجة اللي أنت اتعلمتها ديت عشان العلم ما يكونش حجة عليك. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.